السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهاردة هنتكلم مع الشباب اللي هم خاطبين واللي هيخطبوا في كم نقطة كده. نتكلم فيها على البنات اللي ما ينفعش تتجوزها، وأنا آسف في الكلمة اللي هي على ما ينفعش يتجوزها، لأن إحنا بس بنحكي حاجات بتحصل معانا وبنسمعها وبنشوفها. الحاجات ديت لازم نحطها في بالنا يعني. فالنقط اللي هنتكلم عليها النهارده، النقطة الأولانية وهي ما تتجوزش البنت العنيدة. البنت العنيدة حتى لو هي غلط هتعاند، ومتعودة على عنادها عند أهلها، فهتعاند معاك ومش هتظبط دنيتها. البنت العنيدة بتوقف كل حاجة، كل حاجة، حتى لو هي اللي غلطانة، حتى لو انت صالحت 100 مصالحة هتعاند ولحد ما الدنيا تخرب. فبلاش البنت العنيدة. البنت المادية اللي كل حاجة عندها الفلوس الفلوس الفلوس، لأن بعد الجواز بتمر علينا وعلى الناس كلها ظروف صعبة، فلازم تأمن نفسك إن الست اللي معاك دي هتشيلك وهتعيش معاك ومش هتسيبك لحظة بالظروف، على الحلوة على الوحشة زي ما بنقول. الست اللي هي كل صورها على الفيسبوك وعلى الواتس والاهل، وتقول لك لا ده الكلام دوت مع الناس اللي هم معايا، الفانز بتوعي اللي هم معايا على الفيس، اللي هم معايا على الواتس. لا، مفيش. احنا ما نضمنش اساسا مين اللي معاه. ده ابن خالتها، ده ممكن ياخد صورها وينشرها بقصد ان بنت خالتي وحبيبتي والكلام ده كله. صاحبتها ما تضمنش، صاحبتها ممكن تاخد صور وتشيرها على الفيس عندها. اصبح الموضوع دلوقتي عند ناس غريبة، فاللي بتنشر صورها عمالة على بطال على الفيسبوك دي بلاش، بلاش يا جماعة. في بقى خد بقى التقيلة، البنت اللي هي امها في كل حاجة بلاش. يا ماما احنا كلنا، يا ماما احنا شربنا، يا ماما ده جاب لي، يا ماما ده انا جبت، يا ماما ده احنا رحنا. بلاش البنت اللي بتسمع كلام امها، بلاش اللي بتحكي لامها على كل حاجة، بلاش. على الاقل خالص بعد الجواز بيبقى في اسرار، في اسرار وفي حاجات ما ينفعش، في مشاريع بتتعمل بين الراجل ومراته ما ينفعش حد يعرفها. بلاش البنت اللي هي بنت امها. البنت بقى اللي بتتكلم مع الشباب وتقول لك ده ابن خالتي، ده ابن عمتي، ويسلم عليها ويقعدوا مع بعض لوحدهم، بلاش. لان بعد الجواز هتقول لك ما انت عارف ان انا بعد معاه على طول، ما انت عارف ان انا بكلمه على طول، ما انت عارف ان انا مش عارف ايه على طول. بلاش البنت دي، بلاش. البنت اللي ما بتعملش حساب لابوها، بلاش. البنت اللي بتعملش حساب لاهلها، بلاش. علشان هتيجي هتقول لك انا كنت في بيت اهلي بعمل وبسوي محدش كان بيقول لي. هي دي النتيجة اللي هتبقى منها، ان هي تتكلم مع فلان وعلان وانت عارف اصلا من ايام الخطوبة وخلاص عارف. ما تجيش دلوقتي تقول كاني وماني. لا يا باشا، حط النقط على الحروف. ما فيش نقط على الحروف، انفد بجلدك وطير. واخر حاجة اللي كلنا باصمين عليها، ان هي لازم تسيب البنت عشان خاطرها. لو ابوها مالوش كلمة في البيت، لو ابوها مش هو اللي بيتكلم، لو امها اللي بتدي الاوامر، لو امها اللي بتخلص المواضيع، لو امها كل حاجة. يا جماعة الموضوع مش بنقلل من الامهات، الموضوع ان الستات بيبقى ليهم دماغ شوية بعيد عن الرجالة، وما يعرفوش الراجل عايز ايه، وما يعرفوش الراجل نظامه ايه. فالراجل بيبقى عارف الراجل، والراجل لو حاكم بيته وهيعرف بقى خطيب بنته ظروفه ايه، وهيكمل معاه، هيكمل معاه على الوحش وعلى الحلو، هيكمل على كل حاجة. الفيديو دوت كان بعض الصفات الوحشة، وانا اسف في الكلمة، الصفات الوحشة اللي في البنات اللي تمنع الشباب يتجوزوا منها. في فيديو تاني هيتعمل، انت ما ترتبطيش بالشاب ده اصلا ولا تعبريه، في فيديو تاني مخصوص بالكلام ده.
وفي فيديوهات تاني، فيديو للبنت الصالحة اللي انت تجري عليها وتتقدم لها مهما كانت نسبة جمالها، مهما كانت ظروفها. وفي فيديو الشاب ده ترتبطي بيه لانه راجل وهيعيش معاكي احلى عيشة. وفي اخر كلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.